وعلى طريقة الكبار ستوك سيتي يفاوض نجم الأهلي. وفجأة الجملة قبل لقاء أبو قير الأسمرة، موسيماني يطلب هذا اللاعب بالتحديد. كل الأخبار دي معانا؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة نسر الأهلي في كل مكان. النهارده معانا الأخبار كده، هنشوف الأخبار سريعا وبعد كده نخش على مباراة الأهلي وأبو قير للأسماء. أول خبر معانا النهارده زي ما قلنا، ناشئ نادي الأهلي محمود صابر يدخل دائرة الاهتمام بالنسبة لنادي ستوك سيتي وفالنسيا وأياكس أمستردام. يذكر إن اللاعب محمود صابر سجل 8 أهداف في دوري الناشئين وصنع 30 هدف. لاعب وسط بيلعب في كذا مركز في الوسط. انتقل من نادي انبي لنادي الاهلي. الخبر الثاني اللي معانا النهارده، انتظام كابتن ناصر ماهر وكابتن صلاح محسن في تدريبات نادي الاهلي. المغربي رضوان جيد حكم لمباراة النهائي بين الاهلي والزمالك. قرعة دوري 2020-2021 ستقام يوم الاثنين القادم الساعة 1 ظهرا. النادي الاهلي بيتخذ اول خطواته لتشكيل اول فريق كروي نسائي في مصر. كابتن عاشور الادهم في اولى تصريحاته، طموح لاعبي كيلوباترا ليست البقاء في الدوري فقط وانما المنافسه في المربع الذهبي. كابتن محمد عنتر لاعب نادي الزمالك والمنتقل حديثا للنادي المصري بيقول اول مره افهم يعني ايه جماهير. ندخل على مباراه الاهلي وابو قير الاسمده المقرر لها يوم السبت. المباراة فيها كذا مفاجأة. كابتن موسيماني وكابتن عمرو أنور اختاروا مجموعة من الشباب هنقولها لكم بس بعد ما نقول التشكيل. الحلقة بتاعتنا النهارده هنقسمها ل3 أجزاء. الجزء الأول هنتكلم عن مباراة الأهلي وأبو قير الأسمدة، الجزء الثاني الصورة بدون تعليق، الجزء الثالث معانا النهارده هيبقى عبارة عن رسالة هنوجهها للاعبين النادي الأهلي من الجماهير ولسان حال الجماهير اللي هتقدمها النادي الأهلي قبل مباراة القمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. يلا بينا مع بعض. هنبدأ بالتشكيل النهارده في مباراة أبو قير الأسمدة. كابتن موسيماني حاطط التشكيل كالآتي: معاه في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ناشئ 2001. طبعا استبعد كابتن علي لطفي للأسف للإصابة النهارده، والإصابة بتضرب الأهلي يا جماعة. مش عارف ايه كميه الاصابات اللي بقت موجوده في الاهلي ديت. صالح جمعه ربنا يشفيه يا رب اتصاب بالكورونا، محمود كهربا اتصاب بالكورونا زي ما قلت لحضراتكم الحلقه اللي فاتت. ربنا يستر بس اللعيبه دي ما تتصابش، وبالفعل اللعيبه دي اتصابت. مش عايزين يقفلوا على نفسهم او في خلل معين، انا مش عارف اقول ايه بصراحه. المهم ماتشنا هيعتمد على رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. في خط الوسط معاه حمدي فتحي، قفشه، ديانج، احمد الشيخ، واللاعب محمود شكري وعربي بدر. طبعا احنا عارفين مين عربي بدر. محمود شكري من مواليد 99، هو لعيب وسط يا جماعه جيد الى حد ما على كلام كابتن عمرو انور. حسين الشحات وفارس طارق. المفاجاه النهارده احمد نبيل كوكا كان ضمه كابتن موسيماني واستدعاه لمباراه طلائع الجيش. عبد الرحمن اشرف الملقب بمانو، ومعانا مهاجم بادجي ومروان محسن. طبعا لو جينا نتكلم على كل لعيب على حده كده هنقول مثلا عندنا اللاعب فارس طارق هو من مواليد سنه 2000، وكابتن موسيماني وكابتن عمرو انور يعني بيشوف فيه شويه كابتن احمد فتحي، وان شاء الله يقدر يعوض غياب كابتن احمد فتحي. واللعيب متحمس جدا ان هو يعوض مكان النجم احمد فتحي. وبالمناسبه اللعيب ده بيلعب برضه مدافع، في مشابه شويه من طريقه لعب كابتن احمد فتحي، وبيلعب برضه مدافع زيه. فان شاء الله تكون امور قريبه، وان شاء الله نشوف حاجه كويسه وناشئ كويس وبرعم كويس، وان احنا ما نحتاجش ان احنا ان شاء الله نطلب باك يمين. طبعا مواليد 2000 هو، وبيلعب في ناشئين 99، وبالمناسبة بيلعب برضه في ناشئين 97. يعني نستنتج من كده ان هو لعيب كويس وفوق كويس بشوية، يعني نقدر نقول جيد جدا ان شاء الله باذن الله. وده هنشوفه في الماتش اللي جاي، ويا رب يدفع بيه عشان نتفرج عليه حتى نحس ان احنا مطمئنين شوية من ناحية جبهة محمد هاني.
احمد نبيل كوكا طبعا كان كابتن موسيماني ضمه في مباراه طلائع الجيش الاخيره في الدوري، بس ما نزلش اصلا الماتش عشان نتفرجوا عليه كويس. بس هو لعيب الى حد ما كويس جدا، وسط مدافع ارتكاز يعني زي ما بنقوله، من ناشئين اكاديميه نادي الاهلي. معانا الثالث النهارده كابتن عبد الرحمن اشرف، والملقب بمانو، مواليد 99. يعني لعيب خط وسط برضه، بيلعب في كذا مركز ومبشر جدا يعني. وان شاء الله باذن الله نشوف حاجه كويسه على ارض الملعب. يدخل لنا من الاسمده مباراه الاهلي وعنده دوافع كويسه. كسبان نادي الاتحاد الانتاج الحربي بضربات الجزاء بعد ما تعادل معاه 1-1، كسب بضربات الجزاء 4-2، ثم كسب نادي حرس الحدود 2-0. نتيجة مش بطالة، والنتيجتين لو احنا جينا نستخلص منهم حاجة كده نقول ان هو قوي دفاعيا وحارس المرمى بتاعه كويس، لان نسبة الاهداف ضئيلة جدا، يعني هدف في مباراتين، وبيلاعب فرقتين عندهم خبرة كبيرة في كاس مصر، وحارس الحدود كان حامل اللقب قبل كده. نادي الاهلي كسبان بني سويف 3-1، وكسب الترسانة العنيد 2-1. طبعا الفائز من المباراة ديت هيلاعب نادي الاتحاد السكندري. المباراة دي هتكون الساعة 5 بعد منها مباراة الزمالك ونادي مصر. نادي مصر بيعمل مفاجأة السنة دي، ويبقى حصان بالنسبة لنا حصان أسود في البطولة، لأنه صعد لربع النهائي، ودي حاجة كويسة الفريق يعني إلى حد ما الناس مش عارفاه أصلا يعني، بس بيفاجئ الناس النهارده وبيفرج لهم ان هو قدر يوصل لربع نهائي كاس مصر. وممكن يحصل مفاجأة مثلا ونلاقيه زي مثلا نادي حرس الحدود ويكسب كاس مصر، من عارف. الفاز من مباراة الزمالك ونادي مصر هيلاعب نادي طلائع الجيش. نخش على فقرة صورة بدون تعليق. no, 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 no. نخش بقى الفقرة بتاعتنا الأخيرة والمفاجأة النهاردة، رسالة للاعبي نادي الأهلي قبل مباراة القمة. هنقول كلمتين كده لإخواتنا لعيبة الكورة. انتوا قدام منكم إنجاز يمكن ما يتكررش كتير، يعني انت هتلعب 3 نهائيات، و3 نهائيات يعني إلى حد ما مش صعبين بالنسبة لنا، يعني بإذن الله قدام منك فرصة مش هتتعوض. يوم 27 نوفمبر هتلعب نهائي دوري الأبطال، وبعديها يوم 5 ديسمبر هتلعب نهائي كاس مصر إن شاء الله، بعد ما تعدي مباراتين أبو قير والاتحاد السكندري، وبإذن الله ترجع يوم 18 ديسمبر وتلعب كاس السوبر الأفريقي بإذن الله، ويكون حاجة جميلة. أنت كلاعب كورة تاخد 3 بطولات متتاليين في شهرين، ثم تذهب إلى كاس العالم للأندية في فبراير. مش محتاجين منك اكتر من مجهود، محتاجين منك تلعب على الكوره، تلعب برجوله، العب بشخصيه الاهلي. 3 بطولات الى حد ما في المتناول. زي ما قلت قبل كده برضو ان كفه الزمالك ارجح فنيا، بس بدنيا ممكن الاهلي باذن الله يقدر يعدي. وما تنسوش يا لعيبه الكوره، يا لعيبه نادي الاهلي، يا رجاله نادي الاهلي، البطوله دي بطوله مؤمن زكريا. فرحوا كابتن مؤمن زكريا وفرحونا معاكم. مؤمن زكريا ياما فرحنا، يا رب تفرحوه، ويمكن ده يكون نقله ليه باذن الله رب العالمين، وربنا يشفيه باذن الله. في نهايه حلقتنا النهارده بنتمنى نكون ان احنا اسعدناكم. هنستنى منك اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في الحلقه القادمه باذن الله. السلام عليكم.